الصليبيين جايين من الغرب والمغول بيولعوا في الشرق وأمراء مسلمين بيتخانقوا على الحكم، ووسط الفوضى دي كلها طلع اسم واحد، قائد اتولد في زمن ما بيرحم، ساب بصمته من غير ولا هزيمة. طب مين هو القائد ده؟ وليه أعدائه كانوا أكتر من أي سلطان قبله؟ ده الظاهر بيبرس، سلطان مملوكي معرفش طعم الهزيمة ولا اتكسرت له راية في أي معركة. إزاي راجل واحد بس يقدر يواجه صليبيين ومغول وأمراء خونة وكل ده في وقت واحد؟ طبعا ما عملش كده غير بالعقل والحكمة والسيف. من المنصورة لعين جالوت اللي وقفت الزحف المغولي لأول مرة، بيبرس كان موجود وكان قائد، ما كانش مجرد شاهد. طب الصليبيين اللي قعدوا في أنطاكيا أكتر من 170 سنة غيره حاول معرفش، بيبرس دخل وحررها وغير ميزان القوة في المنطقة تماما. طب هو كان بيحارب بس ولا كان برضه بيبني دولة؟ الحقيقة ان هو كان بيعمل الاتنين. ايوه، حارب الحشاشين واحيا الخلافة العباسية، نظم القضاء ب4 قضاة يمثلوا المذاهب الأربعة. سؤال مهم، ليه الناس افتكرته سلطان عادل مش مجرد محارب؟ لأنه كره الفساد وقفل تجارة الخمور وحارب الرذيلة، مش علشان القوة ولكن علشان الدولة تقوم على قيم. وعلشان كده لما التاريخ بيتكلم عن زمن الصليبيين والمغول بيظهر اسم واحد بس، اسم سلطان واجه العالم وانتصر. ومش بس كده، ده من غير ما يهزم ولا مرة. الظاهر بيبرس. لو تعرف أي حاجة عن الظاهر بيبرس اكتبها في التعليقات، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سلام.